بعد التعادل مع فيتنام، المنتخب الوطني ينتزع الصدارة الكاملة في مجموعته التي يتواجد فيها بجانب كل من ميانمار وقرغيزستان وفيتنام. يتأهل إلى نهائيات آسيا 2025 في السعودية، وذلك بعد فوزه على ميانمار ب6-1 لليمن، وذلك بالفوز الثاني الذي فاز فيه على قرغيزستان بنتيجة 2-3 لصالح اليمن. وكان رصيد المنتخب اليمني عند ذاك 6 نقاط في المركز الأول، وتعادل مع المنتخب الفيتنامي في الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي 1-1، وبهذا يكون رصيد المنتخب اليمني 7 نقاط. وتأهل المنتخب اليمني للناشئين في المركز الأول في المجموعة، وتأهل في المركز الثاني منتخب فيتنام ب5 نقاط. وأما عن موعد انطلاق النهائيات، تستضيف المملكة العربية السعودية النهائيات القارية للناشئين في الفترة من 3 إلى 20 إبريل المقبل 2025. وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس، وبالتوفيق للمنتخب اليمني. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.